يعني تخيل سامي، ترى اللي بين الاهلي والزمالك من منافسه ويعني وقوه منافسه، ترى شيء تاريخي من اكثر من 40 50 70 سنه. وهنا الاهلي ارسل، هنا الزمالك. ليه بيصير عندنا كذا؟ لأنه يفكر بوعي أكثر بصراحة، لأنه هي مشاركة خارجية. لما تكون بطولة داخلية ممكن نتقبل مثل هذه الأمور، ولكن الوعي يفرض نفسه في هذه المواقف. ودائما النادي الأهلي نادي كبير، وكذلك نادي الزمالك نادي كبير، ولكن هذا التصرف هو بادرة مميزة جدا ومد يد المحبة صراحة من الاهلي المصري. وهذه يعني التصرفات اللي يتمناها دائما. النادي اللي ما يكون عنده ثقة بنفسه هو اللي يحاول ينتصر بطريقة أخرى. طيب يعني النصر يوم فاز ببطولة البطولة العربية، ليه الهلال ما هنا؟ هي كانت منافسة فيما بينهم، بعدين الهلال ما يبارك على البطولات الودية صراحة. يعني بصرف النظر، بصرف النظر، لا بصرف النظر. اوكي، اذا كانت بطولة رسمية مفترض انه يبارك لها بصراحة. بس بنفس الوقت الهلال حقق دوري ابطال اسيا، حقق معجزات كثيرة، وربما النصر يبادر. ولكن انا عارف انه العشم على الهلال اكبر، زي ما العشم في الاهلي المصري اكبر، يجب ان العشم في الهلال يكون اكبر، انه هو اللي يبادر، لانه هو الاكثر بطولات وهو الاكثر انجازات. فما عنده اشكالية تجاه امام جماهيره. ولكن النادي الاقل انجازات ممكن يكون محرج امام جماهيره، فما يقدر يرد الا بهالطريقه، ما يعمل ممر شرفي، ما يبارك، يعني يدخل في هذا الجو عشان يحاول يرد قليل من اعتباره. خلينا نروح للكابتن ابراهيم العنقري. كابتن ابراهيم، انت كنت طبعا من ضمن محللين نهائي كاس مصر في الرياض بين الاهلي والزمالك. شفت انت الزمالك في مباراه نهائي كاس مصر بادئ الفريق يستعيد عافيته. اليوم بعد تحقيق الزمالك لكاس الكونفدراليه بدا قطبي الكره في مصر، يعني بدا الميزان ينعدل شوي. القصه لم تعد الاهلي وحيدا. هذا شيء أكيد، وهذا لمصلحة الكرة المصرية والكرة العربية، لأننا نعرف أنه الأهلي والزمالك مهما كان هو من أقدم الفرق العربية ومن أقوى الفرق على مستوى أفريقيا. أن يكون الزمالك منهار والأهلي مسيطر هذا ليس في مصلحة الكرة المصرية. لذلك عودة الزمالك بهذا الشكل ستحيي المدرجات أساسا الفارغة في مصر، لأنه نعرف كرة القدم قيمتها وقوتها في المنافسة، أما النتائج المسبقة المعروفة مسبقا لا تجلب جماهير. لذلك عودة الزمالك هذه فيها قوة، فيها عودة لمحبي الزمالك لداعمي الزمالك، لأنه شكل الفوز وجمالية الفوز والإحساس بالفوز تعطيك يعني قوة في ما يسمى بالدعم وأيضا المتابعة. ونتمنى إن شاء الله أنه هذا الزمالك القوي يستمر على هذا النهج لتعود ديربيات القاهرة ويكون الشكل أفضل. أيضا يا أبو بدر، التهنئة من نادي الأهلي أنا متأكد أنها مفيدة إلى أكبر حد، لأنه نادي الأهلي بالفعل افتقد المنافسة مع الزمالك. لذلك عودة الزمالك على المستوى الأفريقي والمستوى المصري هو في صالح الأهلي، الذي يعرف أنه كلما كان منافسه قوي كلما زادت قوته، وبقلة منافسك ستقل قوتك. لذلك عودة الزمالك من صالح الأهلي أيضا كما هي من صالح الكرة المصرية بشكل عام. هم شكلهم هنوا بس عشان مرتضى مشى يعني، بس هي هذه القصه كلها. طيب استاذ صالح بن خاع، انا اظنك زملكاوي اذا ماني بغلطان. كل شيء صحيح. ها شوف ايوه صحيح. اول شيء نبارك للزمالك ابارك لنفسي بكل امانه. انا زملكاوي، رغم ان ترى عندي عضويه شرفيه من صالح سليم الله يرحمه، لما كان في دوره الصداقه كانوا يشاركون، تشرفت بان منحني العضويه الشرفيه للنادي الاهلي. لكن انا من زمان كان نادي ضمك يلعب باسم فريق اسمه الزمالك قبل ما يتم اعتماده رسميا يعني، فلذلك تعلقنا بالزمالك يعني. لكن خليني ارجع لموضوع المنافسه. انا اشوف ان الخمس سنوات الماضيه او يمكن اكثر حتى كان التنافس على الورق فقط، وكان الاهلي هو المتسيد وهو اللي الان فرحنا كلنا برجعه الزمالك. اتمنى الاستقرار الكبير والحضور الفني الكبير اللي شفناه في الزمالك في الفتره الاخيره انه يستمر ان شاء الله، ونشوف الكره المصريه ترجع للواجهه على مستوى افريقيا وعلى مستوى العرب ان شاء الله. نرحب بمشاركاتكم معنا في نقطه نظام، وحبايبنا الزملكاويه ترى باب مفتوح لكم. هذا رقم، اعطونا الرقم الدولي، هذا الرقم الخاص بنقطه نظام. وين يقولون الاهلاويه اكثر، نبغى نشوف الزملكاويه هم اكثر ولا لا.